هلا حبايبي، انسوا اي طريقة جربتوها للفروج ببطاطا او بطاطا بفروج لازم تجربوها بطريقتي حرفيا تشهي، ورح يطلع معاكم الدجاج متنهنه نهنها وريحة نيفة. فضلا وليس امرا، دعموا لي الفيديو بلايك وفولو وحطوا لي تعليقات حلوة مثلكم، وصلوا على الرسول. خلونا نبلش مع بعض. اعطيكم تبلة للبطاطا بفروج بس شي يشهي القلب. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. وهون أنا عم استخدم أفخاذ الدجاج أو يلي يسموها الوردات. بعد ما نظفتها على التمام نقعتها بمي وملح وخل وكم شرحة ليمون، بعدين غسلتها وتركتها لحتى تتصفى. هون بدنا نبلش نحضر بالتبلة. 4 معالق لبن يلي هو الزبادي، هذا أساسي بالتبلة. معلقة دبس بندورة، نص معلقة دبس فليفلة. رح نضيف كاري، كركم، نكهة المدخن، وشوي بهار مشكل، كزبرة، فلفل أسود، وبابريكا حلوة، وملح. ورح ابرش عليهم برش ليمونة كاملة بدون ما نوصل للبياض حتى ما تعطي التبلة نكهة المرار. وهون انا رح اضيف لهم 5 اسنان ثوم مهروسين. البطاطا الفروجة تحب نكهة الثوم فكثروها شوي، واذا ما تحبوها هذا اختياري اكيد. وهون رح اضيف لها كمان معلقتين كبار زيت زيتون ونخلطهم ببعض. بعدين رح اخففها بشوي مي مشان يخف عندي شوي قوام الصوص. وصارت عندي التبلة جاهزة، رح ابلش انزل عليها افخاذ الدجاج. وبهاي الخطوة اهم شيء نحن انه يعني نخلي الدجاج يتنهنه بقلب التبلة. اقل شيء بدنا نتركه ساعتين، واذا تركتوه لليلة كاملة لسه احسن واحسن. كل ما نقع الدجاج بقلب التبلة كل ما رح يستوي معاكم بسرعة بالفرن ورح يطلع يشهي القلب. انا هاي الطريقة معتمدتها خصوصا مشان الكهرباء، يعني ياخذ معي من ساعة لساعة ونص لانه مستحيل نشوف الكهرباء اكثر من هالوقت فما يتحمل معنا. اذا نقعناه قبل الوقت احسن. وهذا رح اسكر عليه بالستريتش، رح اتركه بالبراد لحتى يصير وقت الشغل فيه. وهون الدجاج بعد ما مر عليه تقريبا 6 ساعات بقلب البراد رح اتخلص من الستريتش. بعدين بدي انقله على صحن ثاني لانه نفس التبلة اللي انا نقعت فيها الدجاج رح ارجع احط فيها البطاطا والجزر. هاي اسرع طريقة، وتقدروا طبعا انه بسم الله ما شاء الله تمدوا البطاطا بثانية وتنزلوا عليها التبلة، بس انا احس هاي الطريقة احسن. كل حبات البطاطا رح تلقط معانا من التبلة. بنفس الزبدة اللي تبلنا فيها رح ابلش اضيف شوية من البطاطا وشوية من الجزر. وطبعا انا اللي بتابعني اكيد صار يعرف ايش قد انا احب الجزر، ما استغني عنه ابدا مع الدجاج وحتى بالاكل العادي يعني جدا احبه. وجربوا ضيفوه بالبطاطا الفروج يعطيها نكهة جدا طيبة ومميزة، وهو طيب بالشوي يعني او بالدجاج. رح امد طبقات البطاطا ولا تحطوها فوق بعض، حطوا كل شرحة لحالها وعادي بعدين نضيف فوقها. اما كل اثنين تحسوهم ملزوقين ببعض يصير من الصعب انها تستوي. فككوا طبقات البطاطا عن بعضها. وكل شي صوص زاد عنا بالزبدية رح ننزله اكيد على التبلة لانه صارت كل الطعمة بقلبه، طعمة الدجاج كل التبلة صارت فيه. بعدين هون رح انزل الدجاج عليها. طبعا الفرن انا مشغلته قبل بربع ساعة على درجة حرارة 250 او اعلى درجة حرارة عندكم مشان ما يطول الفرن تطول يعني الثانية بالفرن. وانا فرني يعني رفين، رف تحت ورف فوق ما بيرف وسط. رح احطها على الارضية ولما تشوفوها اخذت الطبقة من تحت طفوا عليها الفرن، خلوها شغالة بس من فوق لحتى تتحمر البطاطا ويتحمر الدجاج. صينيتي صارت جاهزة رح ادخلها على الفرن. بسم الله ما شاء الله. ارجع لكم لما تبلش. وهاي هون صينيتي قربت تستوي، شوفوا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حرفيا تشهي. جربوها بهالطريقة وصحة وألف هنا على قلبكم يا رب.